ايه رأيكم في صينية القلاش القمراية دي؟ صينية القلاش القمراية دي هنعملها مع بعضينا، وكلنا عارفين الجلاش من الأكلات الرمضانية اللي بنفتكرها في العزومات بالذات. فأنا قلت يلا يا هلا نعمل صينية كده جلاش بطريقة سهلة وبسيطة، ونقول كل تركات وأسرار الجلاش وإزاي ما ينشفش مننا ويطلع معانا عالي ويطلع معانا طري من جوه ومورق وزي الفل كأنه فطير بالظبط. فالمهم ايه، هنعرف كل تريكات واسرار الجلاش. صينيه الفراخ دي ملناش دعوه بيها، دي اللي عملتها معاكم الفيديو اللي فات. انا بعمل مش برضه اعمل لكم اكلات متكامله ليه؟ عشان ما تتوهوش معايا في الفيديو، بعمل لكم حاجه حاجه بس المهم نعرفها كويس. فالمهم ايه، احنا دايما نقول اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحشوه الاقتصاديه اللي هتعملها معاكم هاله. ده نص كيلو بصل وعليه بصلايه تاني، نص كيلو بصل وعليه بصلايه تاني، وربع كيلو لحمه ومعلقه ملح صغيره، ونص فلفل اسود ونص بابريكا ونص كزبره. دي ايه الطلبات بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. الصينيه بتاعتي فيها معلقه سمن، اي نوع سمن بيعجبك، وهنزل بالبصله بتاعتي والبهارات كده ايه مع بعضيها وهشوحهم. دي بابريكا وشطه وفلفل اسود وملح. انا نزلت بيهم مع البصله، انا هشوح البصله. طب انتي هلا ما كنتيش بتشوحيه، معلش. البصله دلوقتي البصل الجديد الميه بتاعته طعمها مش حلو، فاحنا هنطير الميه ونغير اللون وننزل باللحمه بتاعتنا. اول ما لون البصل يغير كده نزلت بربع كيلو لحمه. انا قلت لكم ليه نعموا اللحمه؟ عشان اللحمه تندمج مع ايه، مع البصل كانها لحمه صافيه. لكن لو البصل بتاعك كبير هيبقى ظاهر، فانت نعمي البصل وشوحيه الاول وبعد كده انزلي باللحمه. هفضل كده لما اغير ايه لون اللحمه يغير معايا واطفي النار. ادينا يا ستي كده جهزنا الحشوه الجميله دي. دي تعتبر حشوه اقتصاديه على فكره، وهنعمل بيها صينيه كبيره حلوه مقاس 40. هسيب الحشوه دي تبرد معانا وتعالوا نجهز ايه. انا اسفه الطلبات بتاعتنا ايه هي يا ستي. لفه الجلاش، انا الجلاش بتاعي ده مقاسه طويل، فانا هتنيها نصين كده واقصها بالمقص. انت القلاش بتاعك مش طويل زي هاله كده، هتعملي ورقه ورقه. انا كده قسمتها نصين، هاخد نص كده، لان احنا لما نيجي نحشيها يبقى نص من تحت ونص من فوق والحشوه في النص. انا جبت الصينيه بتاعتي وهدهنها دهنه حلوه كده زي ما انتم شايفين، زبده وزيت، زبده بس، زيت بس، المتاح عندك اشتغلي بيه. بس ادهني الصينيه الاول كويس قوي. ويا ريت ما تسرحوش معايا في الفيديو، اللي ما حطش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. انا كده هنزل بورقه ورقه كده، وانزل بالورقه بتاعتي كده ايه حوالين الصينيه، لان انا الصينيه بتاعتي مربعه. في تركايه مهمه جدا جدا، لما تعملي في صينيه مدوره ما تكتليش في النص فوق بعضيه، لا، وزعيها على دوران الصينيه. وكل ورقه بتاخد فرشه واحده دهان بس، ما تكتريش ازيد من كده. بس شطارتك وزعي الماده الدهنيه على الورقه كامله، فرشه واحده بس وزعها كويس تمام كده، يعني تهنيها كويس. هفضل كده الف بالجلاش بتاعها حوالين الدوران لما اخلص نص علبه الجلاش، ونحط الحشوه والنص التاني من فوق. لو انت صينيتك مربعه هتريحك بقى، هتحطي ورقه فوق ورقه والموضوع منتهي. لكن انا الصينيه بتاعتي مدوره، فانا اوزع الورق على دوران الصينيه، وكل ورقه هتدهنيها فرشه واحده. هفضل كده لما اخلص النص كله الاولاني بتاع ايه، بتاع الجلاش. وانا الايام دي بعمل لكم اكلات رمضانيه او اكلات سهله. عملنا الكبيبه وبنعمل الجلاش اهو، عملنا الفراخ اللي ما خدتش معانا وقت الفيديو اللي فات، وعامله لكم قبل كده الرقاق الناشف والرقاق الطري. كل حاجه موجوده عندكم على القناه. مفيش انا اسفه مفيش حاجه الا لما هاله عملتها معاكم. المهم انا بعد كده ايه، رصيت النص الاولاني من الجلاش وهنزل بكميه اللحمه بتاعتي. شايفين اهو، ما تعرفيش اللحمه من البصل. طريقه التشويح دي بتاعت البصل مع اللحمه حلوه جدا جدا. المهم انا وزعت كده ايه الحشوه الجميله دي، ريحتها حلوه جدا جدا. ولو عندك مرقايه حطي مرقايه مع الخلطه الحلوه دي تمام، وهي على النار. بعد كده هجيب النص التاني من ايه، من الجلاش، وزي ما عملنا في النص الاولاني هتعملي في النص التاني. وزعيه كويس على الصينيه، وكل ورقه بتاخد فرشه واحده. طب يا هلا طريقه التسويه ازاي؟ طريقه التسويه مهمه جدا جدا يا جماعه، هقول لكم عليها دلوقتي. الجلاش زي الفطير ما ينفعش يدخل على فرن بارد، هينشف منك. ما دي من ضمن تركات واسرار الجلاش، لازم يدخل على نار سخنه. الفرن بتاعك تكوني مسخناه قبليها، وتحطي الشبكه قرب الفرن من تحت،
تمام كده. وما تشغليش الشوايه، شغلي من تحت الاول. اول ما تلقي الحوافه حمرت طلعيها لفوق شويه وشغلي لها ايه الشوايه. المهم انا بعد ايه انا اسفه، بعد كده ايه ما خلصت الكميه كده هبتدي اقطع القلاش بتاعي. قطعيه التقطعات اللي تعجبك. انا بصراحه بحب اقطعه تقطعات كبيره، فانت قطعي الحاجه زي ما انت بتحبيها. في حاجات مش لازم تعملي زيها بالظبط، لا، اعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. المهم انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده. انا جبت بضايه وعليها حبه فلفل اسود كده وهربها كويس زي مج كده، المج بتاع الشاي كده. يعتبر العلبه الصيني ده او الكوبايه الصيني دي كانها مج بتاع الشاي، هي قد دي. حطيت فيها بيضه وحبه فلفل اسود ورشه ملح بسيطه كده، وايه قلبتهم وكملتها لبن. انت عايزه تحطي شوربه ولبن ماشي، ده براحتك انت، بس الجلاش بيحب اللبن، حطي ممكن لبن وشوربه عادي. بعد كده انا ايه حطيت الكميه كلها كده ووزعتها على الصينيه، ولف الصينيه معاكي كده بحيث تتشرب، وهسيبها تتشرب حبه وارجع لكم تاني. انا كده اتشربت ومشغله الفرن بتاعي. هاخدها دلوقتي احطها على الرف. شايفين الشبكه قرب النار من تحت؟ شايفين عليت ازاي؟ شايفين كانها فطيره بالظبط، وتعسيها طريه بسم الله ما شاء الله. اول ما الحوافه هتحمر معايا كده انا هشغل الشوايه. شايفين؟ وطلعتها لفوق تحت الشوايه. صينيه الفراخ دي مالناش دعوه بيها، دي اللي عملتها معاكم الفيديو اللي فات. وانا بقول تاني ما برضاش اعمل لكم اكلات كتيره في الفيديو عشان ما تتوهوش معايا. حاجه حاجه بس نعرفها كويس، بحيث ان الحاجه بتاعتك تطلع احلى من هلا بكتير. واديكم شايفين الجلاش طلع معايا عالي بسم الله ما شاء الله، طلع معايا مورق مقرمش من فوق وطري من جوه وزي الفل. طيب هو طبعا عشان الجلاش بسم الله ما شاء الله طالع معانا حلو جدا، ياما بيستوي بيلزق تاني ببعضيه لانه بيزيد معانا في الحجم، فلازم كده نرجع نقطعه تاني. انا جبت قطعت البيتزا كده، همشيها كده ايه في وسط ايه التقطعات القديمه اللي انت قطعتيها الاولانيه اللي احنا قطعناها بالسكينه، بحيث ايه ان لما تطلعي القطعه كده ما يتبهدلش منك. المهم انا هفضل كده ايه اسلك كده ايه القلاش بتاعي، ونطلع قطعه ونشوفها مع بعضينا. مش مشكله، خلينا في القطعه دي، وانا بعد كده ابقى ايه اقطع الجلاش بتاعي براحتي. بس لازم تفصليه كويس عشان ما تتبهدلش مننا. واديكم شايفين شكل الجلاش يفتح النفس. انا عامله معاكم حاجات كتيره لاكلات رمضان، وعلى فكره حاجه العيد كلها معموله عندكم على القناه. السنه دي خلاص بقى هنعمل حاجات بسيطه. كل سنه وانتم طيبين. فعايزه اقول لكم هاله ما خليتش حاجه لما عملتها معاكم. المهم ايه، خلينا كده في الجلاش الجميل ده طالع معانا عالي جدا مورق وزي الفل، والحشوه بسم الله ما شاء الله. فقبل الفيديو ما يخلص ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. واديكم شايفين الجلاش بسم الله ما شاء الله مقرمش من بره وطري من جوه، وطالع معانا عالي زي الفطير بالظبط. ما اقولكمش على الريحه، والحشوه حلوه جدا جدا جدا. اعملوا الحشوه بنفس الطريقه هتطلع معاكم زي الفل وبسم الله ما شاء الله. الصينيه دي مقاسه 40، ادتني كميه حلوه جدا جدا. وهقول لكم ايه بالهنا والشفا مقدما.